السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. النهاردة بقى هقول لكم ازاي تعملوا رموش الست بطريقة سهلة جدا. مقادير بالكوباية. لو انتي مبتدئة في المطبخ هتعمليها بكل سهولة وهتطلع معاكي أحلى من المحلات 100 مرة. دايبة كده حرفيا. هتعجبك وهتبهر كل اللي هيدوقها. مش هيصدق ان انتي عملتيها في البيت، انتي نفسك هتستغربيها. لذيذة قوي وسهلة جدا وهتعمليها بسهولة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نشوف عملنا رموش الست دي ازاي. اول حاجة هبتدي بالشربات. معايا كوبايتين من المية وكوبايتين من السكر. شرباتها بيبقى خفيف. انا هدي تقليبة للسكر مع المية كده كويس وهسيبهم 5 دقايق على البوتاجاز. مجرد 5 دقايق هحط عصرة الليمونة وكده الشربات جاهز معايا. بس خلاص الشربات جاهز. نيجي بقى لمقادير الرموش نفسها. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، كوباية الا ربع من دقيق السميد، معايا نص كوباية سكر بودرة، معايا نص كوباية جوز هند، نص كوباية لبن بودرة، كوباية الا ربع سمنة، معلقتين زيت، بيضتين. احنا هنستخدم في الرموش هناخد البيضة كاملة وبياض بيضة. في بولة كده هنزل بالسمنة والزيت والسكر والبيضة وبياض بيضة الصفار هركنه على جنب والفانيليا طبعا. وبمضرب سلك عادي خالص هنبتدي نقلب كويس. هندي تقليبة حلوة كده. لما ندمج كل المكونات القوام بيبقى اتقل من قوام الكيكة كده شوية. هايل قوي بكل سهولة اتضرب اهو، مش محتاجة مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة. تمام كده. بس اندمجوا معايا كويس. هنزل بقى باللبن البودرة وهنزل بجوزة الهند وهدي تقليبة برضو كويسة كده ادمجهم مع الخليط بتاعي ده. هي بتتقلب بكل سهولة، مش محتاجة مجهود منكم خالص، مش محتاجة اي مكونات او اي مقادير تانية. هنزل بالسميد وهدي تقليبة كويسة برضو. اتأكد ان السميد يتغلف كويس بالمكونات التانية. هنزل بقى عليهم بالدقيق ورشة البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب بقى بالسلك كده او ممكن مش بالمضرب خالص، ممكن بقى تبتدوا عجن كده بايديكوا. بس ما تتعجنش، مجرد ما انا ادمج المكونات بتاعتها عشان الرموش تطلع دايبة معايا وما تنشفش. انا بقلب المكونات بتاعتها كويس وبعدين يعني مجرد بس المها بايدي كده بس اتاكد ان هي ايه اتخلطت كويس. مش هعجن فيها كتير عشان ما تنشفش معايا. بتوصل بقى للقوام ده. القوام بتاعها كويس قوي. هبتدي اشكلها. انا باخد كرة صغيرة قد حبة الليمون كده، ادورها بايدي كده كويس وبعدين اعملها كده صبعها كده زي ما يكون هنصبع كفتة. وبايدي بصباعي الاتنين كده هعمل طرف صغير كده واتكة في النص كده بصباعي. بتتشكل بسهولة جدا معاكم. العجينة طرية مش بتشقق، حلوة قوي. بنفس الطريقة هبتدي ادورها واعملها بصباعي كده زي ما انتوا شايفينها كده. بس سهلة جدا. دي الرموش. ندي بس السحبة بتاعتها كده عشان تبقى شبه الرموش. ممكن بقى نعمل عيون. العيون بتاعتها بندورها بسهولة خالص وبنحط صباعنا بس في النص كده نعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهلة جدا بس بسهولة كده. هنبتدي بقى نخلص بقى بقية الكمية. انا كده خلصت بقية الكمية كلها. هنزل بقى بمعلقة كده او بسكينة بالحرف بتاعها كده. هدي بس رسمة كده بسيطة خالص. انا ما بنزلش لحد القاع بتاعها. انا بدي بس من على الوش كده سحبة بسيطة كده بيها.
بس انا كده خلصت بقية الكمية. صفار البيضة اللي احنا كنا راكنينه هنزل عليه بمعلقتين من الفانيليا، واديها رشة من فوق كده، مسحة خفيفة كده بالبيض من على الوش عشان تديني لون لطيف. هايل. انا كده خلصت الكمية كلها. اخبز على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، وبتاخد لون معايا بسهولة جدا. ممكن درجة حرارة 200 على الرف اللي هو الأقرب للأرضية. بتخرج معايا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تحفة، ريحتها قلب الدنيا. هي سخنة والشربات بتاعي بارد. هنزل عليها أسقي الكمية بتاعتي كلها. نسقي الكمية بتاعتي دي كويس. هي بتشرب الشربات في ثواني. واخدة لون جميل، ما فرشتش جامد، فرشت بطريقة منطقية يعني كويسة، لذيذة جدا. مش قادرة اقول لكم كانت تحفة قد ايه. ودايبة كده حرفيا، مزيج كده من البسبوسة والزلابية. يعني مش قادرة اقول لكم بجد كانت جميلة ازاي. لذيذة قوي، وهتعملوها بسهولة، هتعجبكم ان شاء الله. لو انتوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك واشتراك للقناة ومشاركة وفعلوا الجرس وشير كتير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وجربوا التطبيقات بتاعتي وابعتولي الصور. ومع السلامة حلوين.